ما تقولش ولا حاجة. انا مش عاوز غير حاجة واحدة بس، ترجع. ارجع من غير ما تقول حاجة، بس ارجع. اوعى تفتكر ان انا هستناك تعوض اللي انت عملته. ما يتعوضش يا ابني، ما يتعوضش، بس ما يفرقش معايا. لا هتعوض الوجع قلبي اللي حصل لي، ولا هتعوض الفلوس اللي ضيعتها، ولا هتعوض كرامتي، ولا هتعوض الذل اللي انت عملته فيا وفي نفسك. ما يتعوضش. ومع هذا ما يأثرش خالص على موقفي. ترجع تاني تتمتع بابوك وبيت ابوك. ما يحزن قلب الله انك تبقى عارف ان انت مش سعيد ومش مرتاح، ومفيش غير سكة واحدة، انك ترجع لحضن ابوك وتفضل بتكابر ومن سيء لأسوأ. ودي بتحصل مع ناس كتير يوم. يقول هو انتوا فاكرين ده سهل عليا ان انا اشوف ولادي بيتذلوا للدنيا، بيتذلوا عشان سيجارة، وبيتذلوا عشان خمرة، وبيتذلوا عشان جنس، وبيتذلوا عشان مركز، وبيتذلوا عشان فلوس. هو ده سهل عليا؟ ده ربنا غني جدا، وأب غني بيدي عياله ببلاش، وعاوز يقول كل ده متاح من غير ليه الذل يعني، وليه البهدلة دي كلها؟ بس مين سمعك؟ مين حاسس بيك؟ مين عارف انت بتفكر ازاي؟ انت قاعد في بيتك متألم، واحنا طايحين في الدنيا باستقلالية وبحرية وكأننا عايشين صح، واحنا الحقيقة احنا اللي تعبانين ومتبهدلين ومذلولين. والحكاية واحد، الحاجة إلى واحد، لف وارجع. طبعا الواحد بيبقى فاكر انه لو لف ورجع هيسمع له بقى كلام دبش بقى وايه اللي انت عملته ده ومالكش حق وانت اصلك وفصلك. مفيش كلام زي كده عند ربنا. اول حاجة توجع قلب ربنا انك تبقى في كنيسته وتبقى في بيته وتبقى خادم عنده، وبعدين يجي لك لحظات وايام ويمكن سنين تتخانق مع ربنا كأنه ظلمك. مش ده اللي عمله الابن الاكبر؟ قال له سنين بخدمك، سنين بتخدمني، ليه تجيب لي تجربة؟ ما انا بخدمك، ما انا بصلي، ليه يحصل لي كده؟ يا ابني ما اللي بيحصل لك ده حب، ده خير. انما احيانا يتجاسر الانسان ويتهم الله انه قاسي وانه ظالم وانه مش حقاني. والإنسان المتدين أحيانا يتهم الله بالتحيز لغير المتدينين. يقول له يعني كنت عاوز نمشي غلط عشان الدنيا تمشي معايا؟ خلاص بقت جميلة في ربنا. يوم ما يجي يربيكم بطريقة ولا يضيف في إكليلكم وراستكم مش مستحملين له حاجة، بتزعقوا في ربنا، تشخطوا فيه، مطلعينه هو اللي وحش، هو اللي ما بيفهمش، هو اللي قاسي. نتهم الله، نتهم احيانا انت فين وانا عمري اختفيت؟ ما انا كنت جنبك. انت مالكش حق يا ابني. ازاي ماليش حق؟ ده كل الحق فيا وكل الحكمة فيا، انت اللي مش فاهم. بس يفضل ساكت ربنا كأنه مخطئ، كأنه مدان. وتقول الآية كي تغلب متى حكمت، يعني لازم هتطلع معك حق في اللي بتعمله. ما يحزن قلب الله قسوة القلب. ازاي تقبله؟ لا، كانوا هلكوا، يستاهلوا يهلكوا. يا ابني انت بتفرح لما الفئات اللي بتكرهنا دي تتوب؟ انا كنت عاوز اشوف فيهم يوم. يا ساتر يا ساتر على قلبك. انت مش طالع لابوك ليه؟ ساعات كده في قلوب مسيحيين كتير مستنيين يشوفوا يوم في ناس معينة، فربنا يبص لقلبنا كده يقول انتوا جبتوا القلب ده منين؟ ده انا مش كده خالص، ده انا مستني يوم كل الناس دي تتوب، كلهم يتعدلوا، كلهم يشوفوا السماء بعينيهم. لكن انتوا ليه قلبكم ناشف كده؟ واللي يظلمك مرة تبقى مستني فيه يحصل له، واللي يسرقك مرة تبقى مستني يجراله وما يجرالوش، واللي يظلم عيالك تبقى عاوز تنتقم وحايش نفسك بالعافية. ليه القسوة دي؟ ليه قسوة القلب ده؟ ده أخوك ببساطة كان ميتا فعاش، كان ينبغي أن نفرح. ربنا يحزن من قسوة قلوبنا
ان احنا مش عارفين نبلع لبعض الغلط. فلان غلط وكأنه غلط في ربنا. طب ما بيغلط في ربنا وربنا نفوت له، انت مش بتفوت؟ لا، ما انت قلبك غير ربنا. ما يحزن قلب الله ان قلبنا حجر استحملش الحد الغلط. ونعد، خلي بالكم ده غلط فيه قبل كده مرتين 3، ربنا يبص لنا كده مستغرب، جبتوا الطبع ده منين؟ انا طبعي مش كده، امال ولادي على ايه؟ طب ده انا بس بفوت لكم في اليوم الواحد مئات المرات، انتوا مش بتفوتوا لبعض ليه؟ ليه عاملين كده؟ والاب يطلع يا عيني يحايل في ابنه الاكبر، يقول له يا ابني ما صدقت اتلميتوا انتوا الاثنين، ده انا قاعد مستني اليوم اللي يرجع فيه اخوك، كمل فرحتي وادخل، ما تكسرش قلبي في اليوم اللي انا فرحان فيه باخوك، هتضيع احلى يوم عندي. انا فرحان ان اخوك رجع، انت هتنكد عليا النهارده؟ كل ده يجوز يكون في قلب هذا الاب اللي قال له كان ينبغي ان نفرح لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد.